اجا واحد للامام الصادق عليه السلام قال له: يا سيدي ابن رسول الله، انا جاي ادعي وما جاي يستجاب الي. كل مره عندي حاجه ارفع ايدي للدعاء ماكو استجابه للدعاء. فالامام الصادق عليه السلام ايش قال له؟ قال له: اطب كسبك يستجاب لك. يعني شنو؟ يعني رزقك خليه بالحلال، على مود من تدعي الله سبحانه وتعالى يستجاب لك. يعني اكلك اللي تاكله خليه بالحلال، مو بالفايز وبالربا وبالحيله وتنصب على ذاك وتضحك على هذا في على مود تكسب الاموال، وبالتالي راح توكل نفسك وتوكل اطفالك وعيالك حرام. وبالنتيجه شنو؟ من يصير عندك فد مشكله زين وتريد تدعي وتتخلص من هاي المشكله، من تروح تتوجه لله سبحانه وتعالى، تقول له: الهي خلصني من هذا الهم، خلصنا من هذا الحزن، خلصنا من هاي المشكله. طبعا ما راح يستجاب لك. ليش؟ لانه انت شنو؟ ما عندك كسب حلال، كسبك كله حرام. واحد يقول: هسه انا مرات اطبخ مثلا لسيد الشهداء، انا عندي موكب لسيد الشهداء، انا اسوي كذا، انا انطي الفقير، انا اساعد ناس. اجي اسيله اقول له: انت كسبك حلال؟ رزقك وفلوس اللي تحصلها والاموال اللي تحصلها حلال؟ راح يقول: لا مو حلال. اقول له: اذا ذنك كلها ما مقبولات. لا تتعب نفسك، لا تطبخ، ولا تروح للحسين، ولا تلطم، ولا تنصب موكب. هو هذا.